السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين ومتابعين قناتي، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. والحرب على غزة بقالنا 3-4 أيام والشاحنات المساعدات مش بتخش غزة، والتعنت الإسرائيلي رهيب وفظيع. كده حرام يا جماعة، كده الشعب بيجوع رسمي. يعني الغلابة الفلسطينيين اللي تحت البرد والمطر، الشعب بيجوع. لو دي ما اسمهاش إبادة جماعية، امال اسمها ايه؟ ده تجويع رسمي، ده تطهير عرقي للشعب بكل المعاني. فين يا جماعة ضمير العالم؟ فين يا جماعة رؤساء وقادة العالم؟ اللي بيحصل ده حرام. ما ينفعش نجوع 2 مليون فلسطيني كده بالطريقة دي. ما ينفعش نجوع اي حد بالطريقة دي. هو الهدف من الحرب انك تقتل الفلسطينيين كلهم وتجوعهم وتبيدهم ولا ايه؟ وبعدين صفقة الرهائن والافراج عن الرهائن والسيس فاير وبتاع مطولة شكلها. الناس في باريس قاعدين مشكورين بتوع قطر ومصر والجانب الاسرائيلي، وقاعدين يتفاوضوا، والشعب قاعد يجوع، ونتنياهو مزرجن. يعني مفيش حد عارف يوقف الراجل ده. مش معقول يا جماعة، الشعب خلاص يعني مجاعة رسمية. يعني الناس قاعدة تتفرج، والشاحنات واقفة طوابير كيلومترات على المعبر من ناحية مصر. أكتر من 2000 شاحنة مش عارفة تخش. يعني مش كفاية إن الشعب ده بقى شعب بقى يا عيني شحات وبيجوع، ومش عارفين ننصره ولا عارفين ندخله إزازة مية ولا أكل. محدش قادر على ابن 60 في 70 ده. ده إيه القرف اللي إحنا فيه ده؟ حاجة مش معقول يعني. خلاص، يعني أنا زي ما كنت بقول في كل الفيديوهات قبل كده، الهدف من الحرب دي إبادة الشعب، أو يرموه بقى الشعب الفلسطيني، يرموه في البحر، يرموه في الصحراء، مش عارفين يعملوا فيه إيه. إنما 2 مليون كده ولا لاقيين ولا مية ولا شرب ولا أكل ولا أي حاجة. إبادة جماعية ومجاعة مجاعة مجاعة. حرام يعني، حرام اللي بيحصل ده. مفيش حد عدل في الدنيا دي، مفيش حد شجاع يقف قدام إسرائيل يقول لها، ولا قدام نتنياهو. بعدين يا جماعة الأمور بتتطور، والأمور كده مش حلوة خالص يعني. انقذوا الشعب الفلسطيني الغلبان. حد يقف يبقى عنده شوية شجاعة ويقول لا كده كفاية، سيز فاير دلوقتي، دخلوا المساعدات والأكل للناس. مش وبعدين بقالنا 6 شهور كل اللي بيحصل تدمير لغزة. طب خلاص، دمر غزة كلها، شمالها وجنوبها وكل حاجة. وبقاله اسبوع بيحاول اهو يقول لك رفح والعمليات في رفح ومش عارف ايه. بس مصر واقفاله، والعالم كله واقف له في موضوع عملية البرية دي في رفح. انما بقى المساعدات، يعني الشعب بقى جعان وشحات ومش لاقي ياكل. حرام يعني. الاطفال دول ولا لاقيين شوية لبن ولا شوية مية ولا لا حتة عيش، والشاحنات واقفة. حاجة وضع صعب جدا، وربنا يستر على اللي جاي. وداخلين على رمضان، والمفروض ايام مفترجة. يا رب بقى يعملوا سيز فاير، يعملوا صفقة رهائن. واسرائيل معنده في صفقة الرهائن ليه؟ ما بتفرج على 300 400 واحد، ولا ان شاء الله 1000، وبتعتقلهم في يومين يعني. دي هي ايه؟ منتهى الغباء يعني. يا نتنياهو ده هياخد الأسرى بتوعه وهيفرج عن 2000 3 4 فلسطينيين وهيروح يعتقلهم تاني. يعني ما هو ده اللي بيحصل. يا جماعة عايزين حل سياسي. الحل العسكري مش نافع، لازم حل سياسي. أعزائي المشاهدين، أشكركم لحسن المتابعة، وكل سنة وأنتم طيبين. شكرا. للسين.